كل سنة وانتم طيبين، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم اسماء في مطبخي مع اسماء. هنعمل مع بعض النهارده البيتي فور، وهنعمل منه اشكال حلوه قوي زي اللي انتم شايفينها كده معانا في الصوره. ان شاء الله تعجبكم. معايا هنا مقادير البيتي فور: 4 كوبايات من الدقيق، عليهم كوبايه كبيره من السكر البودره، وكوبايتين كبار من الزبده، معايا رشه ملح، معايا 2 بيضه، معايا كيسين من الفانيليا. البيضه طبعا انا هاخد بيضه كامله، والبيضه التانية هاخد منها الصفار بس. اول حاجه هنا معايا في الكبه نزلت كوبايتين الزبده، وهحط عليهم كوبايه السكر البودره، هضربهم كويس لحد لما يديني قوام كريمي. ممكن برضو نستخدم المضرب الكهربائي او المضرب اليدوي، مفيش اي مشكله لو احنا ما عندناش مضرب كهربائي، او زي ما انا استخدمت الكبه هنا. هي الكبة بتسهل معانا، او المضرب الكهربائي بيسهل معانا بسرعة. هنا معايا اول بيضة، هنزل باول بيضة. تاني بيضة هاخد منها الصفار بس، والبياض طبعا مش هستخدم. ممكن نستخدم 2 صفار لو احنا عايزينه ناعم خالص ودايب. طبعا انا بحب استخدم بيضة، وبستخدم الصفار بتاع البيضة التانية، فبيديني قوام ما يبقاش ناعم معايا خالص، لا بيديني قوام حلو قوي للبيتي فور. هقلبهم بقى كويس البيض، وحطيت طبعا كيسين الفانيليا مع البيض. بعد ما قلبتهم كويس مع الزبدة والسكر، هبدأ هنزل بالدقيق وهنخله كويس جدا. هنزل ب4 كوبايات من الدقيق. ده قوام البيتي فور زي ما انتم شايفين كده معايا. هبدأ احطه بقى في القمع اللي انا هشكله بيه. ومعايا هنا الصينية، وهبدأ ان انا هشكل زي ما انتم شايفين كده معايا. طبعا ما بندهنش الصينية اي حاجة، لان البيتي فور فيه زبدة، منحتاجش ان احنا ندهن البيتي فور اي حاجة. طبعا بعد ما بدخل البيتي فور في الفرن على درجة حرارة 180، بولع الشواية من فوق وبولع الفرن من تحت، وبدخله الفرن على درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص، وبسيبه لمدة برضو ربع ساعة بالكتير، وبيبقى معايا تمام. بطلعه وبسيبه يبرد تماما، وبعد كده بشيله من الصينية. ما ينفعش امسكه وهو سخن عشان بيبقى طري. سواء البيتي فور او الغريبه بنعملهم نفس المعامله. اول ما يطلع من الفرن بسيبه يبرد تماما، وبعد كده ببدا اشيلهم من الصينيه. هنا بقى معايا مربى اللي انت بتحبيها. معايا شوكولاته سيحتها في حمام ميه كده، في ميه سخنه. ومعايا هنا الفرماسيل، ومعايا سكر الوان. وببدا بقى ان انا بجيب قطعتين من البيتي فور، بحط في قطعة كده ممكن احط زي ما انا مستخدمة هنا المربى، او ممكن احط برضو شوكولاتة بيضة او شوكولاتة سمراء احطها في النص. ببدأ بقى ان انا اضغطهم على بعض، واحط شوكولاتة كده زي ما انتم شايفين كده من فوق في نصهم، وببدأ ان انا اغطسها في السكر زي ما انتم شايفين كده معايا. وهخلص بقى الكمية كلها. ويا رب بقى يكون البيتي فور عجبكم. عايزه اقول لكم طعمه جميل جدا، جربوا الوصفه ان شاء الله هتعجبكم. يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو. اشوفكم في فيديو جديد في مطبخي مع اسماء. انا بقى هنا هخلص كل الكميه، وده شكله بعد ما خلصت الكميه كلها. كل سنه وانتم طيبين.